النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، أسئلة مقابلات الشغل وبالذات النوع السلوكي منها. أهلا بيكي. فعلا موضوع مهم. الفكرة إننا نفهم ليه الأسئلة دي بتتسأل أصلاً وإزاي نرد عليها صح، يعني مش مجرد إجابات محفوظة. بالظبط. والمصادر اللي معانا بتركز على النقطة دي. إيه اللي في دماغ المقابل وهو بيسأل؟ وكتير من قرارات التعيين بتعتمد على الأسئلة السلوكية دي. يلا بينا نفصصها. تمام. المقابلات ممكن تكون مرهقة نفسيا، بس التحضير بيفرق جامد. يعني لازم نعرف إن اللي بيعمل المقابلة ده كان مكاننا في يوم من الأيام. صح. هو فعلا عايز يلاقي حد كويس ومناسب للشغلانة وللفريق، مش بيصطاد إخطاء وخلاص. هو عايز يشوف استعدادك. تمام. نبدأ بأول وأشهر سؤال اللي تقريباً مفيش مقابلة من غيره. كلمني عن نفسك. السؤال ده ممكن يبان سؤال عادي، يعني بداية كلام، بس هل هو كده فعلاً ولا ليه هدف ذاني؟ هو أكيد بداية كلام، بس في نفس الوقت هو أول اختبار حقيقي. بيشوف قدرتك على التواصل وإيه أولوياتك. يعني مش عايز يسمع قصة حياتي من ساعة ما اتولدت؟ خالص. ولا تفاصيل شخصية ملهاش لازمة للشغل. هو عايز يشوف هتعرف تركز على المهم ولا لأ. الإجابة الكويسة يعني المفروض تكون مختصرة. إزاي يعني؟ تبدأ بملخص سريع، جملة كده عن خبرتك أو تعليمك، وممكن صفة في شخصيتك ليها علاقة بالشغل. أوكي. بعدين تبرز أهم إنجاز أو مشروع عملته، أو تفاصيل تعليمك لو لسه خريج، حاجة تكون مرتبطة بالوظيفة دي بالذات. والنقطة الأهم؟ إنك تربط كل ده بالوظيفة اللي مقدم عليها. لازم توضح ليه أنت شايف نفسك مناسب هنا بناء على اللي قلته. ده بيبين إنك فاهم أنت بتقدم على إيه بالظبط. تمام. وده يودينا للسؤال التاني المشهور برضو، ليه عايز تشتغل معانا؟ أو ليه اخترت الشركة دي بالذات؟ امم طبعا كلنا بنشتغل عشان الفلوس، بس أكيد دي مش الإجابة اللي المقابل مستنيها، صح؟ أكيد لأ. يعني لو الفلوس هي السبب الوحيد، ممكن تمشي أول ما تلاقي عرض أحسن، وده مش في صالح الشركة خالص. طب هو بيدور على إيه بالظبط؟ بيدور على اهتمام حقيقي. هل أنت مهتم بالوظيفة دي نفسها؟ بالشركة دي؟ بثقافتها؟ الأخطاء الشائعة هنا هي الإجابات العامة، زي أصلها شركة كبيرة ومشهورة. دي بتبين إني ما عملتش بحث كفاية؟ بالظبط. كأنك بتقدم في أي حتة وخلاص. الإجابة الصح بقى يعني لازم يظهر فيها إنك تعبت شوية. زي إيه؟ أولاً، تكون دورت على الشركة، دخلت موقعهم، قريت أخبار عنهم. لو تعرف حد شغال هناك تسأله، وتحدد إيه بالظبط اللي عجبك. تمام. ثانياً، تربط ده بنفسك. يعني إزاي مهاراتك أو طموحاتك متوافقة مع اللي الشركة بتعمله أو محتاجاه في الوظيفة دي. الموضوع أشبه بالتعارف. لازم تبين إنك مهتم تعرف الطرف التاني فعلاً. فهمتك. نيجي بقى للسؤال اللي بيقلق ناس كتير، إيه هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟ بالذات حتة الضعف دي، ليه بيسألوا السؤال ده؟ السؤال ده بيكشف كتير عن وعي الواحد بنفسه. المقابل عايز يعرف حاجتين: هل أنت عارف إمكانياتك الكويسة عشان تركز عليها وتفيد الشغل بيها؟ تمام؟ والأهم، هل أنت صريح مع نفسك بخصوص نقط الضعف؟ والأهم من الصراحة، هل بتعمل حاجة عشان تحسنها؟ طب وإيه الغلطات اللي الناس بتقع فيها هنا؟ الغلطات المشهورة إن الواحد يبالغ قوي في القوة، أو يقول نقطة ضعف هي أصلاً قوة متخفية، زي أنا بحب أشتغل زيادة عن اللزوم، أو أنا بركز قوي في التفاصيل. دي معروفة قوي. بالنسبة للقوة، الأهم من الكلام هو الدليل. يعني لو بتقول إنك بتتعلم بسرعة، احكي موقف صغير حصل فعلا يثبت ده. وبالنسبة للضعف؟ بصراحة الأهم هو الاعتراف بيها، بس مش اعتراف وخلاص. لازم توضح الخطوات اللي بتاخدها عشان تتغلب عليها. يعني؟ يعني لو نقطة ضعفك مثلا هي التحدث قدام مجموعة، ممكن تقول إنك عارف ده وبتحاول تحسنه، مثلا بتاخد كورس أو بتتدرب مع زمايلك. فالاعتراف نفسه مش عيب؟ مش عيب خالص. العيب إنك تكون عارف نقطة ضعفك وسايبها كده ما تعملش حاجة عشانها. ده بيحولها لنقطة إيجابية، بتبين إنك شخص بيطور من نفسه. حلو قوي. طيب والسؤال المستقبل، شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ بحسه ساعات سؤال غريب شوية. هو مش غريب قوي، هو ليه هدف واضح. بيقيس الطموح وبيشوف هل أهدافك دي ماشية مع المسار اللي الشركة ممكن توفره لك ولا لأ. يعني بيشوف لو أنا ليا مستقبل هنا؟ بالظبط. عايز يعرف هل عندك رؤية لمستقبلك المهني، وهل الشركة دي جزء من الرؤية دي. الإجابات اللي فيها تكبر زي مكانك، أو مش واقعية زي رئيس الشركة، أو سلبية زي أكيد في فرصة أحسن في حتة تانية، كل دي بتدي انطباع وحش. طب إيه الإجابة الأفضل؟ الأفضل إنك تؤكد على رغبتك في التعلم والنمو جوه الشركة دي. تبين حماسك للوظيفة الحالية وللفرص اللي ممكن تفتحها قدامك هنا على المدى المتوسط.
مش لازم خطة بالملي لل5 سنين، لكن لازم يبان إنك عايز تستقر وتكبر هنا. تمام. وفي آخر المقابلة غالباً بنسمع عندك أي أسئلة؟ ليه السؤال ده بيتساب للآخر؟ وهل لو قلت لأ شكراً ده وحش؟ طبعا ممكن يأثر سلبا. السؤال ده ليه فايدتين. للمقابل بيتأكد إنك لسه مهتم ومركز ومحضر كويس. وليه أنا كمرشح؟ ليك انت بقى دي فرصتك تعرف أكتر، تسأل عن تفاصيل الشغل اليومي، عن الفريق، عن ثقافة المكان. دي فرصة تقيم انت كمان هل المكان ده فعلا يناسبك ولا لأ. يعني لو قلت لأ ما عنديش ممكن يفهموها إني مش مهتم؟ ممكن جدا، أو إنك مش محضر كفاية. الأسئلة الكويسة هنا بتدور حوالين طبيعة الشغل. إيه المطلوب من الشخص المثالي في الدور ده؟ مسارات التطور إيه؟ حتى ممكن تسأل المقابل عن تجربته هو في الشركة. بس ما نسألش أسئلة كتير؟ لا، يعني سؤالين 3 بالكتير يكونوا مهمين فعلا. المهم تبين اهتمام وتفكير وتنهي المقابلة بشكل إيجابي. بس بلاش أسئلة المرتب والمميزات بدري قوي كده، إلا لو هم اللي فتحوا الموضوع. كل التحضيرات دي مهمة طبعاً والإجابات اللي بنفكر فيها، بس دايماً في نصيحة أخيرة بسمعها وممكن ناس كتير تغفلها، ليها علاقة بيوم المقابلة نفسه. قصدك على النوم؟ بالظبط. دي حقيقة. أهم نصيحة ممكن تكون بسيطة قوي: نام كويس الليلة اللي قبل المقابلة. المقابلات مهما حضرت لها بتبقى مرهقة ذهنيا وبدنيا. والواحد لو رايح تعبان؟ لو رايح تعبان ومش فايق، تركيزك هيقل، ردودك مش هتبقى حاضرة، هتبان متوتر أكتر. نوم 7 و8 ساعات ممكن يفرق بشكل كبير جدا في أدائك وهدوءك تاني يوم. كل التحضير ممكن يروح لو الواحد داخل المقابلة وهو مرهق. يبقى خلاصة كلامنا إن التحضير للمقابلات مش مجرد حفظ، ده فهم لوجهة نظر المقابل وليه بيسأل الأسئلة دي، والأسئلة السلوكية دي بالذات هي مفتاح كبير في قرارهم. تمام. وده ممكن يخلينا نفكر في حاجة أعمق شوية كمان. زي إيه؟ يعني بعيداً عن الإجابات المباشرة اللي بنقولها، إزاي ممكن طريقة تفاعلنا كلها جوه المقابلة، لغة جسمنا، رد فعلنا على سؤال مفاجئ، حتى الأسئلة اللي احنا بنسألها في الآخر، إزاي كل ده ممكن يعكس صفات جوانا زي التفكير النقدي أو المرونة أو القدرة على التكيف، يمكن أكتر من الكلام الصريح اللي بنقوله. دي نقطة ممكن الواحد يفكر فيها.